لو غسالتك بتعمل الصوت ده اهربي بسرعة. صباح الخير على احلى عيلة. قبل ما ابدا الفيديو بتاعي واقول لكم ايه اللي حصل للغسالة بتاعتي، بمسي عليكم او بصبح عليكم على حسب الوقت اللي انت بتشوفيني فيه، واهلا بيكم في عيلتي الصغيرة، ان شاء الله هتكبر بيكم ونبقى عيلة كبيرة. اول حاجة هنا دخلت اعمل كوباية شاي بعد ما فطرنا وحضرنا الفطار. قلت اعمل كوباية شاي كده تظبط دماغي، لان انا اول حاجة بدأت بيها اشغل الغسالة زي ما انتوا شفتوا كده في اول الفيديو، حصلت معايا مشكلة. فانا قلت لا بقى، ادخل بقى اعمل كوبايه الشاي وبعد كده اشوف ايه اللي هيحصل معايا واشوف الدنيا. عملت كوبايه الشاي بتاعتي، انا بشرب معلقه سكر واحده وربع معلقه شاي، يعني ما بحبش اكتر السكر بمناسبه ان احنا عايزين نخس ونعمل دايت. فلو انت بتعملي دايت قولي لي بتشربي سكر كتير ولا سكر قليل. تمام كده، عملنا كوبايه الشاي وظبطنا على نفسنا بقى عشان نمخمخ للغساله بتاعتنا. بصوا، اول حاجه انا حبيت اشغل الغساله بتاعتي وكان زي الفل شغاله كويس. مره واحده بعد ما حطيت الصابون وحطيت الكلور بتاعي وحطيت الدوني، اللي سمعت صوت. الصوت ده فكرني بصوت الغسالة بتاعتي الكبيرة. كانت المية ضعيفة عندي، فالصوت قعد يقطع يقطع، فأنا خفت بصراحة وطفيت الغسالة على طول. فأنا لما سمعت الصوت ده في الغسالة اكتشفت ان فيها حاجة من جوه اصلا بتلف في الغسالة من جوه. تخيلوا لقيت حاجة انا ما اعرفش جت ازاي والله، بس لقيت الريموت جوه الغسالة، فعمل الصوت ده. انا خفت وقلقت والله، قلت لا الغسالة فيها حاجة. لا، ففي ناس ممكن تفكر ان هي في الغسالة المشكلة وتسيب الغسالة وتطفيها وتجري. لا، المشكلة ممكن تكوني حاطة حاجة، او بعيدا عن الاصوات اللي احنا بنسمعها في الغسالة ذات نفسها. لكن لو صوت هادي وكده فتشي في الغسالة الاول من جوه، شوفي ممكن يكون السير وقع فخلى الغسالة عملت صوت. ممكن الغسالة مايلة على جنب فخلاها عملت صوت. تمام، فدي من ضمن الحاجات اللي بتعمل الغسالة صوت. فانا بصراحة طفيتها على طول وفضيتها واكتشفت ان هو الريموت جوه. طبعا زي ما انتوا شفتوا كده انا خلصت الغسيل بتاع الدورة اللي فيها الالوان والابيض كله غسلته. تمام وخلصته. بعد كده دخلت على الصالة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، شلت المفارش بتاعت الانتريه، وحطيت البتاع جوه الغسالة زي ما انتوا شايفين كده، والله زي ما بكلمكم. وفجأة كده اسمع صوت. ايه الصوت ده يا بنات؟ ايه الصوت ده يا جماعة؟ جاي منين الصوت ده؟ لقيت ان الريموت جوه اتغسل جوه الغسالة، وانا مش عارفة. بس للاسف والله ما اللقطة دي ما جاتش، فمش عارفة يعني، او باين حتة منه هو لونها سودا كان جوه الغسالة. عامة يا بنات خلي بالكم من الغسالة، وخلي بالكم بالذات الغسالات العادية ما تحطوش عندكم ايديها عشان ما تكهربكوش. لازم تفصلي الفيشة من الكهرباء على طول مباشر، ما تحطيش ايدك والغسالة شغالة. تمام. انا كده بعد ما خلصت الغسيل والحمد لله ولميت الدنيا بتاعه الغسالة، دخلت بقى على اوضه العيال زي ما انتوا شايفين كده. لميت لهم السراير، لميت لهم الفرشه بتاعتهم الحلوه دي، وقلت اغير لهم الفرش. بعد كده اكتشفت ان انا اساسا لسه مغيرها امبارح، اغيرها تاني. فلا بصراحه انا قلت خلاص هديها تنظيفه حلوه كده وانفض الاوض، وهرجع افرشهم تاني، بس انفضها كده تنظيفه كويسه. لان انا لسه مخلصه غسيل وكمان بغسل على الغساله عاديه، هيبقى كوم غسيل وانا لسه غاسله، فلا. فانا انا مش هخبي عليكم، يعني رجعتهم فرشتهم تاني لان هما لسه نضاف. عارفين لو هما يعني اعزكم الله موسخين او كده كنت هلمهم على طول، بس انا لقيتهم نضاف زي ما انتم شايفين كده، ما فيهاش بقع ما فيهاش حاجه، لان انا كنت لسه فرشاها. هفرش تاني فده حرام وهكون غسيل يا بنات. فانت طول ما الغسيل بتاعك خلاص الفرشه بتاعتك نظيفه، ما تهلكيش نفسك وتتعبي نفسك وكل شويه تقومي غسيل. لو انت عندك غساله عاديه او لو عندك حتى غساله بتريحك وفي الاوتوماتيك وكده، ما تضغطيش عليها ولا تضغطي على نفسك. انا بقول لكم الكلام ده على تجربه، لان انا قعدت كنت بقى اول باول بشيل الملايات، ممكن يوم والتاني اروح شايله الملايات واحطها في الغساله، لحد ما زودت على غسالتي الكبيره، لحد ما يعني ربنا يسترها عليكم وعلينا تاني الغساله الكبيره باظت. فانا قلت لا خلاص بقى، انا بعد كده هتعامل بالراحه حتى في الغساله العاديه. انا لما انا يعني ما اعرفش الريموت ده جاي ازاي اصلا في المفرش واتغسل الريموت، وسبحان الله الريموت اتغسل واشتغل. جيت كده شلته وطلعته من بعضه كده، وقعدت احط فيه بالسكينه واشتغل الحمد لله. يعني بعد ما قعدت معاناه كده بس سيبته ينشف، وبعد كده الحمد لله اشتغل. فانتي خلي بالك وخلي بالك وخلي بالك. تمام. آه فكنت بقى يا بنات خلاص وضبت الأوضة بتاعتي والدنيا تمام بتاعت الأولاد. اديتها توضيبة خفيفة كده وكنستها ومسحتها الحمد لله.
هي كان زي الفل زي ما انتم شايفين، كمية ورق بس، هي ما فيهاش تراب، هي الورق بس بتاع العيال وهي بتلعب، حاجة اللعبة بتاعتهم رامينها كده رامينها كده بس. لكن تراب او وسخة ما كانش فيها بصراحة، الحمد لله يعني. احلى حاجة يا بنات نصيحة ليكم، والله لو انتي عايزة نفسيتك تبقى مرتاحة وانتي بتوضبي كده، شغلي قرآن واسمعي. لو حاولي وانتي بتشغلي القرآن ده تسمعي الآيات اللي انتي بتقرأ قدامك، والله يعني او اللي انتي سامعاها، حاولي تسمعيها وتفسريها كده بودنك، هتلاقي ودنك اولا خدت على القرآن اول باول، بعد كده وهتفسري الايات هتحسي براحة نفسية، وهتبقى يا بختك بقى عمالة تاخدي حسنات بقى وانتي رايحة وانتي جاية، وعيالك بيسمعوا معاكي حسنات برضه وبياخدوا معاكي حسنات. فانتي شغلي القرآن برضه وابدأي يومك كده بالقرآن، اللي تلاقي ايه الدنيا معاكي تمام زي الفل. وطبعا بعد ما صلينا ركعتين الضحى بتاعتنا الحمد لله، خلاص الدنيا ايه ان شاء الله هتمشي معاكم بالتوفيق وكده، وتلاقي اليوم بتاعك سهل ومتيسر. بس يا حبايبي لو وصلتوا لحد هنا، بالله عليكم بالله عليكم احلفكم بامانه ان انتوا تحطوا لايك واشتراك للصفحه عشان الصفحه تكبر بيكم، لان انتوا نورتوني، وبشكر كل حد انضم لقناتي. يعني انا ما اقولكوش انا ازاي ببقى فرحانه ان حد دخل لي وكتب لي تعليق حلو، حتى لو حط لي ورده، اعرف ان الحمد لله قناتي متشافه، واعرف ان انتوا بتنوروني والناس الحلوه بتنورني، فما تبخليش عليا باللايك والاشتراك بتاعك. ولو عايزه تشوفيني كل يوم فعلي زر الجرس، ماشي يا قمر. بس يا بنات انا كده خلصت القطه زي ما انتوا شايفين كده، وحطيت لهم الدفايه. ساعات الجو بيجي بالليل كده بيبرد، فانا حبيت احط لهم الدفايه كده بس عشان لو برد عليهم بالليل يلاقوا حاجه يتغطوا بيها، لان حرام مثلا ان هم عيال مش هيعرفوا يقولوا غطيني مثلا، او هيكسلوا يقوموا يجيبوا حاجه من الدولاب. فانا بحط لهم دي تحت رجليهم كده او جنبيهم، بحيث ان ايه اول ما يبردوا او كده ياخدوها ويتغطوا بيها. طبعا احنا في الصيف اغلبيه الوقت شايلين الفرش بتاع السجاد، لان السجاد بيعمل كتم للشقة بتاعتك او بيطلع سخونة، فتحس ان الشقة مكتومة في الصيف. فمن الافضل ان انت ايه تبقي معريها او مخليه فرش خفيف. لو انت بتحبي الناس اللي بتحب الفرش اللي في الشقة، يبقى حطي فرش خفيف، ممكن تحطي حافظة بديل سجاد لو موجود، اي حاجة خفيفة كده بحيث ان انت تبقى خفيفة عليكي وانت بتغسليها او بتشيليها، وفي نفس الوقت ما تضايقكيش في السخونة بتاعة الشقة دي، وكل شوية تمسحيها بقى فتديكي طراوة. ما اقولكوش المنظر ده فين، تخيلوا المنظر ده في البلكونه. ابني الصغير ربنا يبارك فيه، انا حاطه الحاجات دي في المفروض في السبت اللي عامله لهم ده، وعملت لبسته لهم فلينة كده وعملت لهم عليها رسم عيون وزعلان، عشان لو زعلان يبقى انت كده اللعب مش فيها هحطها. هل هم هيسمعوا الكلام ده؟ لا. راح ابني الصغير جه قلب الباسكت ده على الحاجات، على الكتب اللي كانوا حاطينها، حتى مفارش المطبخ جابوه من جوه وفرشوه في الارض وقعدوا عليه. فانتوا زي ما شايفين كده البلكونه ما بقتش بلكونه. انا بعد ما خلصت نشير الغسيل وخلاص تمام، وخلصت اوضه الاطفال بتاعتهم، طلعت للبلكونه زي ما انتوا شايفين المنظر ده. اه طبعا بتتخنقي من الكراكيب اللي هم عاملينها، وانتي بتبقي لسه كانسه ومتوضبه، ويجي يبوظوا الدنيا تانية. بس انا برجع بقول يعني بعد ما اتعصب عليهم شويه، طب هم هيلعبوا فين؟ انا اولادي من النوع اللي ما بينزلوش اصلا، يعني ما بنزلش بكتره، ان كانوا رايحين الدروس او راح عند خالتهم او رايحين مشوار معين كده كل فين وفين، فاهمين؟ لكن ما بينزلوش كل يوم في الشارع او كده، لا. فانا طبعا انا هبقى مضايقه عليهم ولا انزلهم في الشارع ولا كمان اخليهم يلعبوا؟ بس انا ساعات بقول لهم بعد ما تلعبوا وتخلصوا لعب، لموا الحاجه اللي انتوا بتلعبوا بيها. والله ساعات بيستجيبوا وبيلموا الحاجه، ربنا يبارك فيهم. وساعات ده يرمي على ده وده يرمي على ده فيكسلوا. فانا اخر ما بزهق بقول لهم خلاص بقى انا هلمهم انا. طبعا ده بيجي عليا انا على اعصابي وعلى مجهودي غير اللي بيبقى ورايا يعني. فيعني ربنا يهديهم ربنا يهديهم، وفي نفس الوقت انا مش عايزه اضغط عليهم يا بنات، انتوا فاهميني، انتوا كأمهات عارفين المعاناه اللي انا بتكلم عليها، وعارفين انا يعني انتوا في نفس الوقت مش عايزه تضغطي على عيالك ان هو ما يلعبش، وبس انا عايزاك تلعب بس بنظافه، يلعب بنظافه. بس هم سنهم كده عايزين اي حاجه كراكيب في اي حته، ورق يرموه، اي حاجه. فالله المستعان، وربنا يهديهم يا رب ويجعلهم ذريه صالحه وبرين بينا ان شاء الله. بس يا بنات فانا حاولت بقى لميت الورق على جنب، قسمت كده لميت الورق على جنب، اللعب حطيتها على جنب، الشطرنج كان في شطرنج كده برضو كان عندنا لميته على جنب، عارفين ده التيل بتاع الحنفيات المية، حطيته على جنب. ابني بعد ما خلصت لميت وكان فاضل كام لعب قال لي يا ماما هساعدك كده، ابن الصغير اللهم بارك عنده سنتين يعني. فجه لاني الم معايا، مع اني ليا ساعه عماله انادي عليه بقول له تعالى لم معايا، ما كانش راضي. بس الحمد لله استجاب بعدين بعد ما خلصت بقى وكده، فلم. وزي ما انتوا شايفين اطلع وده احطهم تاني في السبت هو يطلع.
فين وفين لما ربنا هداه قلت له خد حاجه كده وروح العب بيها هناك، لحد ما هدي شويه وبعد عني، وايه لحد ما خلصت البلكونه بتاعتي. انا ما اقولكوش والله العظيم، يمكن في الوقت ده انا بعد ما خلصت وروقت البلكونه وكنستها ومسحتها، دقيقتين برضو حب يلعبوا. عملوا ايه زي سوبر ماركت، كل واحد جاب حاجة كده وقعد على جنب، وده يبيع لده ويبيع لده. عمل سوبر ماركت في البلكونة. فأنا ما حبيتش أضايق عليهم برضه، أقول يا ده أنا مع إني والله ببقى مخنوقة وخلاص وهعيط، بس هعمل ايه، اولا واخيرا عيال ربنا يهديهم يعني. فقولوا لي بقى في يا بنات انتوا كده زيي ولا لا؟ انا ساعات بحس ان انا بس يعني، ساعات بسمع تاني فيديوهات على النت او بشوف ناس لا بلاقي ان عيالي بالنسبه لهم ملايكه يعني. بس انت في اللحظه دي او في الوقت ده بتبقي متضايقه تعبانه. بس يعني انا برجع اقول ده سن عيال، وعلى قد ما نقدر زي ما احنا كنا صغيرين ما بنحبش ان اهالينا يزعقوا فينا ولا يضربونا ولا يعملونا عشان خاطر لعب، فانا بحاول ان انا برضو اولادي ما زعقش فيهم ولا ضايقهم عشان خاطر لعب. فربنا يبارك فيهم ويصلح حالهم يا رب العالمين. ويا ريت يا بنات لو الفيديوهات بتاعتي بتعجبكم اكتبوا لي كده في التعليقات وقولوا لي ايه الدنيا بتاعتها، وقولوا لي ايه بقى ان كنتوا حابين ولا لا. انا هنا كده خلصت وبوريكم كده الغسيل بتاعي، نشرت اهو وخلصت البلكونه بقت زي الفل. شفت المنظر الاول كان عامل ازاي والمنظر ده دلوقتي عامل ازاي. خلاص كنستها ومسحتها. هدخل المفروض على الصاله بتاعتي واوضبها، اوريكم الصاله كده بالمنظر ده. بس انا لقيت الفيديو بتاعي هيطول عليكم بصراحه فقسمته، فان شاء الله في جزء تاني للصاله بقى، لان فيها كان مشقه كتير فانا ما حبيتش اطول عليكم بصراحه. فخليها لكم في الفيديو التاني، انتظرونا ان شاء الله، واعملوا لي لايكات كتير 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 كده، وورود بقى في التعليقات. واشوفكم عايزين بقى باقي الفيديو التاني بتاع الروتين ولا عايزين طبخ. قولوا لي بقى في التعليقات انتوا حابين اكتر الروتين ولا حابين الطبخ. تمام. بالمناسبة انا برضو سبت الصالة كده شوية ودخلت عشان اجهز الغدا، لان احنا خلاص وقت الغدا. فانا قلت ركنت الصالة على جنب دلوقتي وهدخل اعمل الغدا. فانا كان عندي الحمد لله يعني رز على بواقي اكل من الاول، والعيال كانوا حابين شوية بطاطس، عملت لهم كده شوية بطاطس جنبيهم، لان هي تقلية بصلاية، وحطيت عليها الصلصة زي ما انتوا شايفين وقلبتهم وسبتهم مع بعض يستووا. والصلصة اللهم بارك كانت لونها حمرا وحلوة كده زي ما انتوا شايفين. غطيتها شوية ومفيش نص ساعة، وزي ما انتوا شايفين البطاطس بسم الله ما شاء الله كانت عاملة ازاي، وكان طعمها حلو، لان انا كنت عامله لها بالشوربة اللي كانت عندي. انا ما برميش الشوربة يا بنات، بخليها لو في شوربة زيادة بخليها في التلاجة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.